بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في أول فيديو في 2024 في 2024. واللي هنبدأ بالفيديو ده سلسلة حل أسئلة كتاب المعاصر على اليونتس الوحدات. هنبدأ بيونت 1 My Family and Me Lessons 1 and 2 Exercises on Vocabulary، تمرينات على المرادفات أو الكلمات. بيج 24 صفحة 24. نسمي الله ونبدأ. Choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة من A أو B أو C أو D. Number 1. I write the date of the interview in mind. أنا هكتب تاريخ المقابلة الشخصية بتاعتي في A. عندي دايري يعني مفكرة يومية، وعندي باند يعني فرقة موسيقية، هوبي يعني هواية، ودرام يعني طبلة. طبعا أنا هكتب التاريخ بتاع المقابلة في الدايري المفكرة اليومية. Number 2. They give him a prize for his ومدينة سبيس فراغ work in poor countries. هم أعطوا له جائزة، ادوا له جائزة علشان إيه هو عمله في البور كونتريز في البلاد الفقيرة أو الدول الفقيرة. مديني ميوزيكال يعني موسيقي، ومديني فولنتري يعني تطوعي، وفيفورت يعني مفضل، وفولس يعني خطأ. طبعا هم ادوا له جائزة على الفولنتري وورك، على عمله التطوعي اللي عمله في البلاد الفقيرة. Number 3. This afternoon I'll have an space for a new job in an oil company. النهارده بعد الظهر هيكون عندي لوظيفة جديدة في شركة بترول. مديني شاور يعني حمام أو يستحم. عندي ريسيرش يعني يبحث أو بحث. انترفيو يعني مقابلة شخصية أو يقابل. وعندي ماتش يعني مباراة أو يوصل. طبعا هو عنده انترفيو علشان الشغل في الشركة بتاعت البترول. Number 4. ماجد مجدي are ماجد ومجدي بيكونوا بيقول لي they were born at the same time. هم اتولدوا في نفس الوقت. بيقول لي parents والدين، cousins أبناء عم، twins توأم، uncles أعمام. طبعا هم اتولدوا في نفس الوقت، يبقى هم هيكونوا twins توأم. Number 5. reading is my favorite. القراءة بتكون بالنسبة لي مفضل. مديني job وظيفة، hobby هواية، بروجكت مشروع، وباند فرقة موسيقية. طبعا هتكون favorite hobby يعني هواية مفضلة. Number 6. Your brother is your parents. أخوك بيكون بالنسبة لوالديك؟ بيكون ابنهم son، ولا بيكون uncle عمهم، ولا بيكون sister أختهم، ولا بيكون daughter بنتهم. طبعا احنا عندنا هنا الابوستروف جاية بعد الاسم، مش جاية قبل الاسم. ناخد بالنا من الحتة دي كويس جدا، لأن parents جمع، وفي الجمع احنا بنجيب ابوستروف الملكية بتيجي في الآخر، يعني بعد اس الجمع، وبالتالي فاحنا اللي هنجيبه بعدها هيكون مملوك ليها، يعني هنقول ابنهم او عمهم او اختهم او بنتهم. طبعا احنا هنا بنتكلم على اخوك، فهيكون your parents son، هو ابن والدي. Number 7. بيقول لي space فراغ are musical instruments which you hit with your hands or sticks. آلة موسيقية او آلات موسيقية انت بتضربها او بتضرب عليها بايديك او من خلال العصيان. بيقول لي drums طبول، guitars اللي هو الجيتار، وبيديني فلوتس اللي هو المزمار، وهاربس برضو آلات موسيقية بنمارسها بالنفس. طبعا هو الدرامز هي الطبول. Number 8. ماهر space voluntary work at a hospital. ماهر وعايزنا نختار location يعني verb يمشي مع voluntary work. فهنا طبعا عندي plays مش هتنفع، وميكس مش هتنفع، does يعني do voluntary work ودي موجودة في الcollocations، موجودة في الكلمات. وعندي watches يعني يشاهد، فيكون does voluntary work يعني يقوم بعمل تطوعي في المستشفى. Number 9. He always reads before he goes to bed. هو دائما بيقرأ قبل أن يذهب إلى النوم. يقول لي show يعني عرض، story يعني قصة، music يعني موسيقى، hobby يعني هواية. بالتأكيد هو بيقرأ story قبل ما ينام، فهي always reads a story before he goes to bed. Number 10. Female is the opposite of. بيقول لي female يعني أنثى أو مؤنث، بيكون الأوبزيت of يعني مضاد لكلمة مديني ميل يعني وجبة، ميل يعني بريد، ومول يعني مجمع أسواق، وميل يعني مذكر أو ذكر. طبعا هتكون ميل هي الأوبزيت بتاع female. Number 11. Your space is your father's or mother's sister. ناخد بالنا بقى هنا ان father وmother جاء الابوستروف بعديهم على طول قبل الاس، لانهم singular، لانهم مفرد. لكن في parents اللي كنا بنتكلم عنها من شويه هنا جت في الاخر لان parents plural جمع. فهنا بيقول لي مين بالنسبه لك اللي بيكون اخت ابوك او اخت امك؟ طبعا هتكون الخاله او العمه. مديني uncle يعني عم او خال؟ لا طبعا
aunt يعني عمه او خاله، تمام. daughter يعني ابنه، وصون يعني ابن، طبعا هتكون aunt خاله او عمه. Question number 12 يقول لي A is a group of people singing or playing musical instruments together. مجموعه من الناس بيغنوا او بيلعبوا آلات موسيقيه together مع بعضهم. match يعني مباراه، لا طبعا. band فرقه موسيقيه. class فصل او درجه. كورس دول مجموعه من الناس بيكونوا موجودين في الفرقه الموسيقيه بس بيرددوا ورا اللي بيغني او ورا اللي بينشد، لكن مش بيمارسوا آلات موسيقيه، وبالتالي فهتكون باند يعني فرقه موسيقيه. نمبر 13 بيقول لي A means moving your body through water. بيقول لي حاجه معناها انك بتحرك جسمك في الميه. driving يعني السواقه او القياده. surfing لوحدها معناها التصفح. surf يعني يتصفح مثلا موقع الانترنت، لكن الويند سيرفنج معناها ركوب الامواج. والهايكنج اللي هو التنزه او المشي على الاقدام. وسويمنج السباحه. طبعا انا بتكلم عن حركه الجسم في الميه فهتكون swimming. نمبر 14 Our English teacher is space مديني فراغ وبيقول لي ايمن. خلي بالك ان كل الافعال اللي موجوده تحت عندي هنا في صيغه الباست بارتيسيبل بالتصريف الثالث، وبالتالي اي حاجه هتتقال هنا فهتبقى مبنيه للمجهول، بمعنى ان our English teacher هنا هيكون مفعول. فاور English teacher مدرس الانجليش بتاعنا ماله بقى؟ sold يباع، ولا told يخبر، ولا called يدعى او يسمى، ولا made يصنع؟ طبعا called يدعى او يسمى. وناخد بالنا ان احنا عندنا is called و is calling. is called معناها يدعى او يسمى، لكن is calling معناها يتصل. فلو انا لقيت calling يبقى انا هنا بتكلم على active، بتكلم على معلوم، يبقى our English teacher هنا هيكون معلوم فاعل. فنقول مثلا our English teacher is calling us، معلم الانجليزي يتصل بنا. لكن our English teacher is called معناها يسمى او يدعى. Number 15 My father and mother are مدينة سبيس فراغ 60 and 53. بيقول لي ان بابا وماما بيكونوا ايه 60 و53. بيقول لي old يعني عمر او قديم او كبير في السن. aged يعني في عمر. are aged هنا برضو بنتكلم على صيغه باسيف فويس، يعني بنتكلم على مبني المجهول، جايب لي are مع التصريف الثالث الباست بارتيسيبل. هنا age معناها عمر بس بيكونوا عمر، وهنا ابو يعني منذ. طبعا انا عارف ان ام واز وار لازم يجي بعدهم يا اما اي ان جي يا اما تصريف ثالث يا اما اسم او صفه او حرف جر. دول الخمس حاجات اللي بيجوا، وبالتالي فاللي ينفع عندي تحت هنا هو aged، لان هقول في عمر. مش هينفع old يعني كبار في السن وبعد كده هقول 60 53. طب يا مستر ما هي old ده هي adjective صفه، وايدج اهي ناون اسم، ليه ما خدناهمش؟ لان مش هينفع اقول ان ابي وامي بيكونوا كبار في السن وبعد كده اقول 60 53، ولا اقول ابي وامي بيكونوا عمر، ما ينفعش. وبالتالي فانا عايز اقول ان ابي وامي في عمر ال 60 وال 53. نمبر 16 عمر and احمد are my cousins. عمر واحمد بيكونوا ولاد عمي او ولاد خالتي او ولاد خالي. عايز يقول لي بقى انا هجيب ايه مع عمر and احمد؟ يقول لي every يعني كل، وافري بيجي بعدها اسم واحد بس، يعني واحد بس بيجي بعدها. اقول everyone every girl every boy، each نفس الكلام بيجي بعدها واحد. اقول everyone every boy every girl. all بيجي بعدها جمع، اقول مثلا all boys all people all girls. both بتيجي مع الاثنين، اقول كلاهما. ده المثنى بتاع الانجليزي both، يبقى اقول both عمر and احمد are my cousins. وبكده نكون انتهينا من جزء الاكسرسايزز الخاص بالفوكابولري على lessons 1 and 2. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ووصل لكم معلومه جديده او على الاقل اكد معلومه قديمه، ولو ده تم بالفعل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد علشان نستعرض فيه جزء اللانجوج او الجرامر الخاص بالlessons 1 and 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.